الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف حالكم؟ معك عبد الله المرابط. كنا دائما نلتقي في مكة وفي هولندا. ان شاء الله. الشيخ عبد الرشيد الصوفي، سألتك قبل قليل ما هو شعورك وأنت صليت في مسجد آيا صوفيا؟ هذا مفتوح يعني مباشر؟ لا ليس مباشر، هو الآن حتى لو مباشر أنا فرح مسرور جدا أن الله سبحانه وتعالى مكنني وصليت في هذا المسجد وزادني فرحا. فرحت يوم فتحه وفرحت يوم أن أتيح لي فرصة الصلاة فيه. وكيف ترى أن إخواننا الأتراك قد فتحوا هذا المجال للعلماء الأمة أمثالكم؟ هذا شيء يشكر عليهم وجزاهم الله كل خير، ونسأل الله تعالى أن يجعلهم إن شاء الله فتحا للمسلمين. فهذه فاتحة خير. وإخوان هولندا والمغرب يسلمون عليكم. إن شاء الله. الله يحفظكم. عليكم السلام ورحمة الله. Dit was Sheikh Abdul Rashid al-Sofi vanuit Hagia Sophia Moskee in Istanbul. Hij was de eerste imam die het gebed heeft geleid als buitenstander. Jazallahu khairan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem belonen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala de Turken en de ministerie van de religieuze zaken die dit mogelijk hebben gemaakt om dit te verwezenlijken. MashaAllah, tabarakallah. En vanuit Istanbul is hier Abdullah Marabat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.